فيكو الدنيا اسعار البتاع رفعت والله. الجيم انا عامل كام النهارده؟ طب والبلد؟ طب انا عايز تديني سر الحواوشي بتاعك عشان قررت افتح مطعم. تديني رقم؟ طب انا منتظر مكالمتك. ماشي. امسكوا هوا. ايه؟ ايه؟ هتبعت لي صندوق فيه المواصفات؟ طب يلا يا عم سيد انا مستنيك. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين يا رب تكونوا بخير. أنا منقذ ورجعت لكم فيديو جديد، فيديو طبخ. وزي ما شفتوا في عنوان الفيديو النهارده أكشف لكم هل فعلا الحواوشي معمول بلحمة كلاب ولا لحمة حمير. بس إيه رأيكم في فيديو التمثيل اللي في الأول؟ نظبطكم. يلا بقى نشوف إيه محتويات صندوق عمي زيكو هوهو. أول حاجة ميزان، تعرفوا ليه بعدين. تاني حاجة طبق فيه كاتشب وبصل وشطة وفلفل وتوابل، والسر كله في ده، في اللحمة دي. تاني حاجة طبق صغير عيش. واخر حاجه معانا سندوتش الهوهو ب 15 جنيه من عم سيد هوهو، وده جايبنا معاه مخلل. فالنهارده هنشوف السكينه طبعا. النهارده هنشوف فعلا الرغيف ليه ب 15 جنيه. هنكشف السر النهارده مع بعض. عم سيد هوهو كده سيدكم هو سايب لنا رساله نشوف ايه. ما تنساش تشترك في القناه، وكالعاده بحبكم اللهم ارزقنا القبول. عم زيكو هوهو متابع القناه، متابعها، انا مش بفوت فيديو كالعاده. اللهم ارزقنا القبول. يلا بينا نخش في الفيديو على طول. وده معانا طبعا الميزان اللي قلت لكم هتعرفوا بعدين ليه، عشان هنوزن بيه رغيف عم هوهو يحتوي على كام نسبة لحم. طبعا اللحمة انتوا عارفينها كلكم، لحمة هوهو. قرب بينا معايا على الميزان. طبعا هحط لنا السندوتش في رغيفين، بص شكله يقزز اصلا. هنوزن الرغيف كله كده عشان ما يتبهدلش ويبوظ مننا. الرغيف وزنه 89 جرام. 89 جرام يعني العيش والرغيف واللحمه اللي جواه والبصل وكله 89 جرام. وبكام؟ ب 15 جنيه. لما نشوف هل فعلا ده بجد ولا لا. يلا بينا نخش على الوصفه. يلا بينا نخش على الوصفه على طول. اول حاجه هنجهز البصل وقرن الشطه والفلفل. هنضربهم في الكبه، بعدين نضيف لهم اللحم. تعالوا كده بينا. طبعا انا من زمان بيسموني الشيف ممكن، عشان من زمان دايما احب ادخل المطبخ يعني واعمل وصفات كده واشوف على النت وصفات واجربها. فالنهارده هنكشف لكم السر ان شاء الله. هنفرع لكم الحته دي طبعا وانا بجهز، عشان ما تملوش من الفيديو. بس اتاكد ان نسمع الفيديو للاخر عشان الناس الرقم في الفيديو. اول واحد يكتبوا في الكومنتات ان شاء الله ليه هديه كويسه. هنعرضها في الفيديو اللي بعده ان شاء الله، وهكذا هنعمل لكم كل فيديو كده عشان نظبط. فهنسرع الحته دي. وما تنساش تصلي على النبي وانا بسرع، ماشي؟ انت بتشوف كده تصلي على النبي، تستغل وقت. نفضي ده كله كده. طبعا يا جدعان انت هتحط نسبة البصل قد نسبة اللحمة او اقل منها بشوية، عشان البصل هو اللي بيخلي النكهة حلوة. والفلفل يعني بنص الكمية، ماشي؟ يعني انا اديت اللحمة دي 300 جرام، حطيت قدهم بصل اللي هي بصلتين كبار. وكذلك الشطة حسب الرغبة، والفلفل انت هتحط مثلا نص الكمية، يعني مثلا 150 جرام.
ماشي. تعالى شوف كده. شيء من النظافة الإيد. طبعا ايدي نظيفة فشخ. النظافة طبعا بالطش. هي عشان نظافة البشرة عشان كده. بقى السر كله في دي. طبعا اللي مش عارفين ايه دي، في دي لف وهوهو. طبعا دي معفرة. طبعا السر كله نضيف كده كمية توابل محترمة من السبع بهارات. بس بس كده عشان يبقى طعمها حلو، عشان لحمة الكلاب ما تبانش. طبعا دي دموع الفرح. عم سيد زيكو قال ان السر كله في اللحمة دي. هما مش بيستخدموا لحمة كلاب ولا حاجة، وقال ان هما بيستخدموا اللحمة دي اللي هي عاملة زي البيف. هما بيجيبوها عشان رخيصة، بيجيبوها بكميات وبيضيفوا عليها الكميات دي كلها. وقال ان في ناس كمان بتزود عليها عيش مبلول، عشان كده بيزود معهم الحاجة. بس احنا هنجربها طبعا كده، ونضربها ضرب مبرح، ونعجن العجينة دي كلها، ونشوف هل فعلا عم سيد زيكو هو صادق ولا لا. وبعد ما عجلنا طبعا هنجيب رغيف من ده زي اللي كنا مستعمله اللي هو الصغير ده. هنشوف الاول مقاسه كام، وزنه كام. هنشوف 37 جرام، يعني قولوا 35 جرام كده. احنا هو حاطط كده كمية الحشو بتاعها 35 ناقص 80 كام؟ 45. كده هيكون باقي 45، فاحنا هنوزن كور 45 جرام 45 جرام. هنشوف كده حجم الكرة 40 جرام. 40 جرام كام؟ 59. 59. لا خليها 59. يديك الصعب. كده نعمل كل كور 59. تمام. وهنبدأ نحشيها، نفتح الرغيف زي ده كده ونحط جواه 59. طبعا انا ما عملتش الكميه كلها، عملت منهم 4 ترغيفه كده ورصيتهم في صينيه ادخلهم الفرن وارجع لكم. احنا ما رضيتش اعمل الكميه كلها، بس احنا هنعمل التجربه على كام واحد ونشوف الوزن وكده ونحسبها الحسبه. يلا عقبال ما يتحط في الفرن هروح احطهم في الفرن. عقبال ما اروح احط. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. نحطهم في الفرن، هنيجي مع بعض نحسب الحسبه ونشوف الرغيف هيكلفنا كام. وبعد حسبتنا طبعا حسبة سريعة اكتشفنا دي اللي تكلفنا لحمة 40 جنيه، 2 بصل 5 جنيه، 2 فلفل وشطة 10 جنيه، و12 رغيف 12 جنيه، و12 كاتشب 12 جنيه. طبعا هو الكمية طلعت معانا 12 رغيف، كل رغيف هيكلفنا رغيف وكاتشب، فهو 12 رغيف و12 كاتشب كل واحدة ب 12 جنيه. الحسبة كلها كلفتنا كام؟ 79 جنيه. ماشي. طب ال 12 رغيف هنضربهم في ال 15 اللي هو بيبيعهم، هيدينا 180 جنيه. ال 180 جنيه نطرح منها المصاريف بتاعتنا هتدينا 79 اللي هي 79 هتدينا 101 جنيه مكسب. ده في ال 12 رغيف بس. كمان يعني هو ممكن يشتري، يكون بيتعامل مع ناس بيشتري منهم كميات اكتر، فالمكسب بيكون ليه اكتر واكتر. فبس كده هي دي الحسبه وهو ده المكسب. هل فعلا بقى كده قدرت اثبت لكم انه فعلا رغيف الحواوشي بيتباع 15 جنيه مش لحمه كلاب، ولا يكون في سر كبير ورا الحوار ده كله ونطلع احنا كلنا بنتسوح؟ اكتبوا لنا في ما جينا لكم والشيف منقذ جهز الاكل وقال لكم على الخطه، وشايفين المنظر قرب يا ابني. انا شوف التحميص، شايف الكاتشب، شايف الدنيا. طبعا مش هحكم عليه بنفسي عشان مين يشهد للعروسه، فانا هخلي اخويا اللي ورا الكاميرا هو اللي يدوق. تعالى هنا تعالى عكسي. يلا حلو. خلص. والله ناهي بس حلو. وانا ايه؟ عشان انا مش بعرف اطبخ. طبعا انا من زمان بيسموني الشيف منقذ. بس يا جدعان كده بس نكون كشفنا لكم. حلو بس نايم. وبكده نكون كشفنا لكم سر الحواوشي، هل هو فعلا لحمة كلاب او حمير ولا لحمة عادية؟ طلعت لحمة عادية بس الله اعلم هل في ناس فعلا بتغش ولا لا. وبس كده. واكيد لحمة الكلاب اصلا هتكون غالية، يعني لو كانت لحمة كلاب، فاهمني؟ حلو ان انا باكل. بياكل منه يا جدعان. وبس دي تكون نهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد. بحبكم، متنساش تصلوا على سيدنا محمد وتدعمنا. سلام.